قبل سنة ونص كنت بتفرج على فيديوهات زي دي واقول جامد هبدأ بكرة، بس اللي حصل اني ما بدأتش، وفجأة لقيت نفسي واقع في حفرة. مش حفرة تحت الارض، لا، حفرة في دماغي هنا. الحفرة دي يا صديقي اعتقد انت عارفها، اسمها التسويف. وفي يوم كنت قاعد في أوضة ضلمة، بس كان اللمبة النيون اللي فيها تقريبا كانت بترعش كده كل شوية، كانت شغالة بالعافية، وورقة فيها تو دو ليست اللي هي ورقة المهام، قدامي فيها 6 مهام فقط، بس ايديا مش بتتحرك. كنت مربوط بإحساس لو ما بدأتش مش هطلع لقدام والناس هتضحك عليا، ولو كنت كتبت وطلع كلامي بايخ الناس كانت هتقول عليا فاشل. فكنت بأجل وأجل، وكنت ساعتها بكافئ نفسي على اللاشيء. فسألت نفسي سؤال مهم جدا، هو أنا ليه بعمل كده؟ يعني إيه الحاجة اللي مخلياني دلوقتي مش قادر انفذ الحاجه اللي انا عايزها؟ هل هي كسل السوشيال ميديا؟ لحد ما صديقي قريت لشخص اسمه تيموثي، وهكتب اسمه هنا اهو في الفيديو عشان لو حابب ان انت تبص على اسم الراجل دوت. وتيموثي قال جمله صدمتني بجد، ان المسوف مش بيهرب من الشغل، هو بيهرب من المشاعر المرتبطه بالشغل. ووقفت وقلت لنفسي يعني ايه؟ يعني كل مره كنت بفتح تاسك او ملف المفروض ان انا اشتغل عليه كنت بجد بحس بضيق وحش جدا. دماغي كانت بتقول لي اهرب، هات متعه بسرعه، افتح سوشيال ميديا او افتح اي حاجه تانية، المهم بلاش تشتغل. ورحت يا صديقي شغلت يوتيوب على التلفزيون، ودي اكتر حاجه انا بحب اعملها، نتفرج على فيديوهات بتاعه الجيمنج على التلفزيون بتاعي. وطبعا ما اقدرش اقول لك لما شفت الفيديوهات ديت كنت حاسس بنشوه ما شفتهاش في حياتي قبل كده، وده طبعا الدوبامين اللي حضرتك بتاخده لما بتشوف الفيديوهات ديت. ومن هنا اكتشفت 5 حاجات هتخليك فعلا تتخلص من التسويف للابد، وعن تجربه واحد كان بيعاني او شويه بيعاني من الاي دي اتش دي. ركز كده معايا في المرحله الاولى، لان دماغك بيدور على المكافاه السريعه، مش عاوز حاجه على المدار البعيد، عاوز يبقى مبسوط دلوقتي. التسويف مش كسل، دي حاجة غريزية جواك انت. دماغك بترجح الضحكة اللحظية فضلا عن انك تقعد تشتغل في شيت اكسل او فيديو اديتنج فيديو او كورس وبعد كده تاخد المتعة بس على المدار البعيد. فيا عم لا، ضحكني دلوقتي بس بلاش اضحك بعد ما اخلص كورس 11 او 12 ساعة. بس برضو السؤال هنا هو، انا عملت ايه؟ اقول لك بس انا عملت بعد ما اشرب كوباية القهوة ديت. وطبعا انا هفاجئك بالنتيجة اللي غيرت حياتي. تعالى بقى اقول لك انا عملت ايه تاني يوم ما شفت الفيديوهات ديت. انا ظبطت انذار الساعة بتاعي على الساعة 5 الفجر عشان انضم للنادي بتاع الساعه 5 الصبح. وخليني اقول لك ان بفضل الله انا قفلت الانذار وكملت نوم زي ما انا، وبقيت اكتب تو دو ليست وادور على صوت هادي عشان كده اروق على نفسي وانام على طول تاني، عشان بس ارتاح، اكتب بس الحاجات عشان ما احسش بالذنب قوي واخش اكمل نوم على طول. اكتر حاجه كانت بتوجعني ودخلتني في مراحل القلق والتسويف والاكتئاب وعدم النوم ان كان كل اللي حواليا كان شايف ان انا عندي قدرات كويسه ان انا اتعايش وممكن استخدمها عشان احقق حاجات كويسه جدا، وانا الوحيد اللي ما كنتش مصدقهم ان انا عندي المهارات ديت. بس جوايا كنت حاسس ان انا كل يوم بيفوتني حاجه كبيره ممكن تقوم. وكان في واحد اسمه جيم رون كان كاتب كلمه عجبتني جدا قريتها وفيما معناها او معناها بالانجلش الاول، وهكتب لك الترجمه بتاعتها برضو. Procrastination is grave in which opportunity is buried. يعني بمنتهى البساطه التسويف هو عبارة عن فرص بيتم دفنها في الأرض كل يوم. يعني حلمك إنك تشتغل فريلانسر، حلمك إنك تاخد كورس، كل ده بيتدفن مع كل فرصة تسويف بتروح عليك. وخليني بس أفكرك بحاجة، أنت شايفني دلوقتي بعد ما تميت 37 سنة وفتحت قناة اليوتيوب ديت دلوقتي، فتقدر تقول كده إن أنا اتأخرت بس 17 سنة عشان أبتدي حاجة أنا بحلم بيها وأنا عندي 20 سنة. أهلا بيك في نادي التسويف. وهنا بدأت أخش في دوامة اسمها تسويف، جلد ذات، إحباط، منومات، نام، ريبيت، عيد تاني الدوره من الاول. وعشان كنت اعالج دوت كنت محتاج ان انا اكسر الحلقه ديت. بس تسالني ازاي؟ انت شفت عشرات الفيديوهات يا حسن، ازاي فجاه من وسط مئات ومئات الساعات من المحتوى عرفت انك في الاخر تعدي من الموضوع ده؟ خليني اقول لك ان انا كنت مشتت جدا وفعلا ما كنتش بعرف اخلص اي شغل كان موكل ليا. يعني مثلا انا جيت واجهت نفسي بحقيقه مره جدا. جيت في يوم من الايام نزلت ابلكيشن اسمه كلوكيفاي ده ابلكيشن ببلاش موجود، وكنت شرحته قبل كده او لسه هشرحه في فيديوهات المساعد الافتراضي. كلوكيفاي دوت انا حبيت بس اعرف انا اشتغلت قد ايه عشان اعرف مدى انتاجيتي في اليوم. انا دايما بقول للناس انا مشغول، انا مش فاضي، انا تعبان، انا كذا. لقيت في الاخر خالص ان حصيله الشغل اللي انا بشتغله فعليا هي ساعتين و10 دقائق، حرفيا بفردهم على من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 7 او 8 بالليل. يعني في الاخر خسرت وقتي، خسرت اي فرصه ان انا اخرج بره البيت، ان انا اهتم بنفسي صحيا، ان انا حتى اطلع اشوف نور الشمس. ده كله
اختفى بسبب اني كنت مهيئ لمخي ان ما عنديش وقت تماما، وفي الاخر مع التجربه اتضح ان ده غلط. فهنا كانت الخطوه الاساسيه، قررت ان انا اعمل حاجات بسيطه. انا عارف ان ناس كتير جدا اتكلمت في وقت البومودورو. فعلا لما انت بتشتغل على تاسك، انا بشتغل على تاسك 5 دقايق بس، بقول لنفسي المفروض والمتعارف عليه ان البومودورو بيبقى 25 دقيقه و10 دقائق بس. في حالتي انا مع حد يعني كثير التشتت، قررت ان انا اشتغل 5 دقائق بس على اكتر مهمه مجهده ليا، وفعليا ال5 دقائق دول بقوا 50 دقيقه. انك بس اقنعت مخك انك تشتغل وقت قليل قوي، فعلا مع الوقت بتخش في حاجه اسمها الفلو ستيت او مرحله الانسجام مع الشغل، انك بتكون مركز بشكل كلي. وخليني اقول لك ان كان اكبر تحدي ليا هو الموبايل، كنت فعلا بسيبه بره عشان اعرف بس ان انا اشتغل. طبعا حتى لو انت لابس سمارت واتش عشان ما تقعدش ترن او كده، فطبعا كنت بشيل ده كله بره البيت. وخليني اقول لك ان اليوم الوحيد اللي انا عملت فيه كده اهو، انا خلصت او اكتشفت ان انا خلصت التاسك بتاعت الاسبوع كله تقريبا في اول 7 ساعات في اليوم بتاعي، وخلصتها بانتاجيه زي الفل. وطبعا مش قادر اقول لك كميه النشوه اللي انا حسيت بيها لما خلصت ال 50 دقيقه دول، وانا قاعد بدوس كده تشيك تشيك تشيك. وافتكر دايما ان انا من اقل الناس اللي بتحب تكتب حاجه بايديها. قلت انا هخلص لحاجه هكتب نقط عريضه، وعلى اساسها هخلص التاسك الاساسيه اللي قدامي او المهمه الاساسيه اللي قدامي، واشتغل على اللي بعديه على طول. بس كده، لا بقى اكتب تفاصيل ولا تفريعه من المهمه الاساسيه. انا عندي هي مهمه واحده النهارده لتاسك كبيره النهارده، وكنت دايما ببتدي باتقل مهمه او اتقل تاسك فيهم. وخدوا بالكم عشان كده قلت لكم موضوع ال5 دقائق دوت بدل ال 25 دقيقه، لان طول ما انت ما بتهيئ لمخك انك شغال 5 دقائق بس، حتى لو مخك عارف ان انت بتضحك عليه، هتحس ان مخك بيتحفز انه يخلص ال5 دقائق دول، وهتلاقي نفسك ركزت، وساعتها انت فعلا هتنسى نفسك. المرحله الثانيه، ما تصعبش على نفسك حياتك، وهي بتندرج تحت مبدا اسمه implementation intention او تنفيذ النيه. انا كانت مشكلتي الاساسيه ان انا بشتغل كمدير مشروعات، وعندي مئات من التاسكات. عندي التاسكات المهمه، متوسطه الاهميه، قليله الاهميه. انا كنت حاطط في اعتباري عشان ان انا اشتغل كفريلانسر، او لو انت عاوز تشتغل كفريلانسر ناجح، لازم تشتغل في اطار زمني وما تطلعش بره الوقت ده. الوقت ده بالنسبه لي كان 5 الفجر لحد الساعه 5 العصر. ليه؟ لان دوت الوقت اللي انا حسيت ان انا منتج فيه. حديثا قالوا ان في ناس بتبقى منتجه اكتر بالليل. طبعا انا مش مع الموضوع ده قوي، ولكن طبعا ممكن تعتمد على حاجه زي كده. شوف ايه اكتر وقت انت بتكون هادي فيه، دماغك رايقه فيه، اشتغل في الوقت ده. وطبعا في الوقت اللي انت بتشتغل فيه ده 3 حاجات: مفيش موبايل، مفيش اغاني خالص، مفيش اخبار وحشه عن اي حاجه، لان كده كده ان حضرتك ماسك الكوكب يعني، او انك مسكت رئاسه الكوكب. العالم مش هيتحرك لو انت ما بصيتش على الاخبار اللي بتحصل. نيه التنفيذ. الحاجه اللي انا عاوزك تعملها هو مبدأ غريب شوية. لو حد فيكم لعب لعبة جي تي اي بتلعبها بمود اسمه الثيرد بيرسون مود. تحس كده ان الشخص ماشي قصادك وفي كاميرا ماشيه وراه. انا عايزك طول ما انت شغال وبتدي لنفسك نية التنفيذ، بص على نفسك كأن في كاميرا وراك وانت قاعد بتشتغل. هتحس ان انت بتحكم على نفسك وانت قاعد بتشتغل. هو دوت اللي انا المفروض بكون بعمله في الوقت ده ولا لا؟ بس خد بالك ما تجلدش نفسك، انت بتراقب نفسك، بتشوف بتتصرف ازاي، وعلى اساس كده اكتب ملاحظات وحسن اللي جاي. المرحلة الثالثة هي انك تكافئ نفسك. المكافأة ممكن تبقى عاملة ازاي؟ المكافأة ممكن انك تطلع تتمشى، ممكن انك تطلع تسبح وانت ماشي في الطريق، ممكن انك تكلم اصحابك. لو اصحابك جنبك او قريبين منك، حاول تنزل تقابلهم وتقعد معاهم. ومش لازم تبقى قعدة قهوة، حاولوا تعملوا حاجة مختلفة شوية. اتمشوا حوالين جنينة، روحوا في اي حتة. في ناس بتحب تسافر مرة في الاسبوع على حسب امكانياتك، بس المكافأة واحدة. هات لنفسك حتى علبة عصير. حاول دايما تربط المتعة مش بالرغبة، اربطها بالنتيجة. انا عامل لنفسي نظام. النظام دوت انا بحبه جدا في شغلي كبروجكت مانجر، اسمه الجيميفيكيشن. عامل لنفسي ابلكيشنز كده معينه، كل ما بخلص تاسك بتطلع لي زي ميم كده، واحد بيعمل كده وجود جوب ومش عارف ايه وبرافو عليك وبتاع. هنا انا بهيئ لنفسي الجيمز اللي انا كنت بحبها، بقيت مدخلها دلوقتي في شغلي، وبقيت فعلا ماشي بيها. والموضوع ده بجد ممتع جدا وبحبه قوي. المرحله الرابعه انك تستعين بواحد صاحبك، صديق ايجابي بيشجعك، مش صديق سلبي يضايقك او يحبطك. صاحبي كان شغال معايا في نفس المجال، بس هو كان في السعوديه وانا كنت في مصر، فاتفقنا مع بعض ان احنا الاثنين هنخش مع بعض زوم ميتنج كل شويه لما يكون عندنا تاسك مهمه، لان هو كان بيسوف وانا كنت بسوف. فكانت بقى خطتنا ايه؟ ان احنا نفتح الميتنجز كل شويه ساعه او 45 دقيقه لحد ما الزوم ما يفصل، ونبتدي ان احنا الاثنين نحط ميوت ونشتغل قصاد وش بعض، وافتح الكاميرا بتاعتي وبتاعته، ونبتدي نخلص المهام، واللي يخلص الحاجه للتاني يبتدي يهني التاني ان هو خلصها. تافهه بس صدقني هتفرق جدا معاك. طبعا لو انت بتذاكر في الثانويه العامه، انا عارف ان انت هتهلس انت وصاحبك، بس بجد جربوا الموضوع على محمل المذاكره، لان من اللحظه ديت انتوا بقيتوا الاكونتابيلتي بارتنرز، يعني شركاء النجاح. احنا النهارده بنخلص مع بعض الحاجه
عادي لازم تخلص، بس خد بالك ما تعتمدش عليه بنسبه 100% عشان برضه لو هو حصل له ظرف فانت تخلع، لا انت حاطه من وسط الخطه اللي انت اساسا كده كده بتنفذها. طب لو هو وقع حاول ترجعه تاني للطريق بتاعه، والعكس صحيح برضه. واخيرا كنت مسوف وبقيت صانع قرار. عارفين بجد كانت ايه اكتر حاجه بتحبطني وبتوقفني؟ زي الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي دوت، هو ان انا افكر هكتب ايه او ان انا هعمل اضاءه شكلها عامله ازاي. دلوقتي عشان اعمل اي حاجه بقيت احط الاضاءه، احط الموبايل، ايا كان اللي هيطلع ده اللي انا هنفذه دلوقتي. زي ما بيقولوا كده انك تبتدي حاجه احسن من انك ما تبتديش خالص، وده فعلا اللي انا بطبقه في حياتي بشكل يومي. اول ما بسمع الاذان بروح على طول اصلي، اول ما بيكون عندي تاسك ما بقعدش افكر هعمل فيها ايه، بفتح بكتب هعمل فيها ايه بالظبط. وانا فعلا اتعلمت الكتابه وانا عندي 37 سنه، مش اكتر من كده. ومش الكتابه ان انا اعرف اقرا واكتب، الكتابه هو ان انا اكتب اللي في مخي دلوقتي محتاج يخلص النهارده وبكره. ولو انت حاسس ان انت واقع بجد اعتبر ان انا الاكونتبيلتي بارتنر بتاعك او الشريك بتاعك في النجاح. عاوزك تعمل معايا اتفاق من النهارده ان شاء الله انت هتبتدي تشتغل بالحاجات الخمسه اللي انا قلت لك عليها، واكتب لي هبتدي من النهارده يا صديقي. ولو انت حاسس ان انت واقع في الحفره ديت ومحتاج حد يساعدك ويشاركك في حاجه زي كده، انا اوعدك ان التجربه اللي انا بديها لك في الفيديوهات دي تجربه طالعه من تجارب اتعاملت فيها مع نفسي، استعنت باخصائيين نفسيين، والحمد لله بقيت في مكان احسن دلوقتي. فاعتبر ان انا شريكك في مرحله النجاح ديت. عاوزك توعدني وعد انك هتنزل تكتب دلوقتي. هبدا النهارده ان شاء الله. سلام.